أهلا بيكم. لو أنت عايش في أي بلد عربي أكيد عارف إن الثانوية العامة سنة مختلفة، سنة فيها تحدي، سنة فيها مذاكرة كتير وكلها ضغط. حسب دراسات من جامعة ستانفورد وهارفارد الأمريكية، الطلاب اللي بيتعاملوا مع التحديات الأكاديمية بعقلية النمو، يعني اللي بيشوفوا التحدي فرصة للتعلم مش تهديد، بيحققوا نتائج أفضل بنسبة التلت. أنت دلوقتي بتتعلم مهارات أهم بكتير من الفيزياء والكيمياء، بتتعلم إدارة الوقت، إزاي تنظم يومك وتوازن بين المذاكرة والراحة، بتتعلم التحمل والصبر، ازاي تفضل ماشي حتى لما الطريق بيكون صعب، وبتتعلم التركيز، يعني ازاي تشتغل على هدف واحد لفترة طويلة وتكمله للآخر، وبتتعلم التعامل مع الضغط، ودي مهارة أساسية هتحتاجها في كل شغلانة في حياتك. دراسة من معهد MIT للتكنولوجيا سنة 2023 أثبتت إن الطلاب اللي بيمروا بتجارب تعليمية مكثفة بيطوروا حاجة اسمها المرونة النفسية، ودي بتبقى أعلى بنسبة 45% من الطلاب اللي غيرهم، وده بيخليهم أكثر قدرة على النجاح في سوق العمل المتغير بجنون. يعني أنت مش بتذاكر مواد وبس، أنت بتبني شخصية المستقبل. فالسؤال اللي بيشغل بال كل طالب، أنا بذاكر ده كله ليه؟ وهل فعلا هيفيدني؟ الإجابة هي المستقبل مش محتاج ناس حافظة معلومات، المستقبل محتاج ناس عندها المهارات اللي السوق عايزها. وظائف المستقبل اللي لازم تركز عليها هي الآتي: الذكاء الاصطناعي والبرمجة، الطاقة المتجددة، صناعة المحتوى، الطب والصحة الرقمية. خامس حاجة تحليل البيانات. 65% من الأطفال اللي دخلوا المدرسة الابتدائية دلوقتي هيشتغلوا في وظائف لسه ملهاش وجود، والمهارات المطلوبة للنجاح في الوظائف دي هي التفكير النقدي أو الكريتيكال ثينكينج، حل المشاكل أو البروبلم سولفينج، الإبداع والقدرة على التعلم أو الكرياتيفيتي والكونتينيوس ليرنينج. يعني اللي انت بتتعلمه دلوقتي المفروض يكون عن ازاي تفكر، ازاي تحل مشكلة، ازاي تتعلم حاجة جديدة بسرعة وبشكل وافي. ده الأساس اللي هيتبني عليه مستقبلك. بس عارف، في لحظات الضغط والتعب أهم حاجة لازم تفتكرها إن أنت مش لوحدك. الإيمان بالله وبوجوده وبرحمته والإيمان بهدف كبير تقدر تحققه يديلك قوة داخلية. مفيش أي عقبة ممكن تاخد منك حلمك. وتاني حاجة هي الصلاة والدعاء، لحظات بتتكلم فيها مع ربنا بتريح قلبك وتصفي ذهنك. ده هيوفر لك الهدوء والسكينة إنك تفكر وتسأل السؤال الكبير: أنا عايز أعمل إيه في الحياة؟ لما يكون عندك معنى وهدف أكبر من مجرد النجاح في الامتحان هتلاقي طاقة جواك ما كنتش تعرفها. ممكن هدفك يكون عايز تبقى دكتور عشان تساعد الناس، أو عايز تبقى مهندس عشان مستقبل أفضل لبلدي، أو عايز أتنور وأتعلم عشان أنور وأعلم غيري. لما يكون عندك سبب الطريق بيكون أسهل. ولو الكلام ده بيخليك تشوف الثانوية العامة بعين مختلفة، اضغط لايك دلوقتي. ولو عندك صديق أو أخ أو أخت محتاج يسمع الكلام ده شاركه معاهم. خلينا ننشر طاقة إيجابية ونساعد بعض. ويلا نكمل. طيب نتكلم شوية عمليا، إيه أفضل طرق المذاكرة والاستعداد؟ ركز معايا شوية كده وخلينا نقول: أول حاجة خطة المذاكرة الذكية. ابتدي بتقنية بومودورو، ذاكر 25 دقيقة بتركيز كامل، وخد 5 دقايق راحة، وكرر ده 4 مرات، وبعدين خد راحة أطول لمدة 15 أو 20 دقيقة. تاني حاجة التذكر النشط أو الأكتيف ريكول. بدل ما تقرأ وبس حاول تفتكر المعلومة في دماغك وتخليها حاضرة طول الوقت. تالت حاجة المراجعة الدورية أو السبيست ريبيتيشن. راجع المعلومات على دورات متباعدة، أسبوع أو شهر. رابع حاجة افهم مش تحفظ. حاول تفهم المنطق ورا المعلومة مش تحفظها زي الريكوردر. خامس حاجة استخدم الخرائط الذهنية والوسائل البصرية في فهم المواد. فالخرائط الذهنية بتدي لك تمثيل بصري للمعلومة، فتنظم لك المواضيع المعقدة في سياق أبسط وأسهل استيعابا. أما الوسائل البصرية أو الفيجوال ايد زي الرسوم البيانية، الجداول، مقاطع الفيديو، دي بتبقى هي الأساس في فهم العمليات والمفاهيم بشكل أفضل، لأنك بتشرك الجزئين البصري والمنطقي من الدماغ، وبالتالي الربط بين المواضيع المختلفة وإنشاء خريطة عامة بصرية للمادة الدراسية. الأساليب دي وحسب دراسة متخصصة من جامعة كامبريدج البريطانية بتضاعف الاحتفاظ بالمعلومات مقارنة بالأساليب الكلاسيكية المعتمدة على القراءة العادية. وبعد خطة المذاكرة دي خلينا نحط خطة لمحور مهم جدا: صحتك النفسية والجسدية. المطلوب إنك تذاكر كتير عشان تتفوق،
خطوة، وكل ما تذاكر أكتر هتقعد أكتر ووزنك يزيد وشكل جسمك يتغير وكمان طاقتك هتقل. لازم تاخد بالك من نفسك كويس، اشرب مية كفاية، دماغك وجسمك محتاج يكون فريش وهيدريتد، وامشي حتى لو 15 دقيقة كل يوم، ده هيحسن تركيزك ويقلل التوتر. ونام بدري بين 7 ل 8 ساعات، السهر الزيادة بيقلل الإنتاجية. وكل صحي، دماغك محتاجة وقود بس نضيف، خضار، فاكهة، بروتين، وامنع العصاير والمخبوزات والحلويات. أهم خطة عشان تترجم كل اللي فات هي تنظيم الوقت. ابدأ بعمل جدول واقعي وخد وقتك في الأول في تحديد أولوياتك. خصص 6 ساعات للمذاكرة يوميا و4 ساعات في الويك اند أو في العطلات، وخصص الوقت المناسب لكل مادة أو نشاط بحيث لا يزيد النشاط على مادة واحدة أكتر من 2 ساعات في اليوم. وقسم المهام الكبيرة لمهام صغيرة والمواد إلى مواضيع، فبدل ما تقول هذاكر الفيزياء قول هذاكر الفصل الفلاني من الفيزياء النهاردة. ده بيحطك في مود الخبير بالمنهج وبيخليك تلم المادة كلها في إيدك أكتر. وابعد عن المشتتات، سيب الموبايل في أوضة تانية وقت المذاكرة. لو مش بتقدر تبعد عنه، في تطبيقات زي فورست عشان تساعدك تركز أكتر. فكرته ظريفة وبناءة، بس بصراحة مفيش وقت لأي علاقات خارج حدود الزمالة والصداقة. ده وقت الثانوية العامة. قلبك الطيب الصغير ودماغك المتقدة بالطاقة مش حمل إنهم ينشغلوا في أي شيء تاني ممكن يشتته أو يضعف أو يجرح. خليك ذكي في علاقاتك وكن صديق للجميع لذكريات تدوم، وحط في بالك إن المستقبل قدامك لإنشاء أقوى وأحسن العلاقات طالما إنك أصبحت شخص ناجح وثابت في الحياة. وما تنساش العرفان لأسرتك والأهلك، هم اللي بيدعموك، والشكر لنعمة إنك بتدرس، والامتنان لصحتك وقدرتك إنك تذاكر وتفهم. قول لأهلك شكرا، كلمة شكر بسيطة ممكن تفرق معاهم جدا. فكر في إزاي هترد الجميل. لما تنجح هتقدر تساعد غيرك سواء بالعلم أو بالوقت. الثانوية العامة ممكن تبص لها على إنها وحش مخيف، وممكن تبص لها على إنها فرصة تكتشف فيها قدراتك الحقيقية. كل ساعة مذاكرة، كل مسألة بتحلها، كل معلومة بتفهمها، دي استثمار في نفسك. وما تنساش اختار التخصص اللي بتحبه، خد وقتك واعرف موهبتك وتخصص فيها. مش لازم تبقى دكتور، مش لازم تبقى مهندس. مستقبلك مش محصور في النتيجة وبس، ده محصور في اختياراتك كمان. واتخذ مثل أعلى تتطلع إليه وتعرف مسيرته وأسرار نجاحه في التخصص اللي انت بتحبه. واطمن، أهلك بيحبوك بغض النظر عن الدرجات، وهيدعموك أيا كان الاتجاه طالما هتنجح فيه. انت دلوقتي بتبني أول حاجة في مستقبلك، مش بالدرجات لكن بالمهارات، بالصبر، بالإيمان وبالامتنان. ولما تخلص الامتحانات هتبص ورا منك وتقول أنا عديت منها وطلعت أقوى منها. فالنجاح الحقيقي إنك تبقى إنسان راضي عن نفسك، نافع لغيرك، وعايش حياة ليها معنى. لو الفيديو ده ساعدك تشوف الثانوية بعين جديدة، اضغط لايك وشاركه مع أي حد تعرفه محتاج جرعة أمل. وشاركني في الكومنتات ايه اللي بيجي في بالك لما تيجي سيرة الثانوية العامة. ولو عندك نصيحة إيجابية لحد لسه في الرحلة دي اكتبها عشان نستفيد كلنا. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجاية. وافتكر دايما انت مش مجرد رقم على ملف، انت إنسان عنده هدف ورسالة. وامتحان الخوف ده هيتحول لامتحان قوة بإذن الله. أشوفكم الحلقة الجاية وسلام.